اهلا بكم من اقدم مطعم في العالم. يلا نطير على عاصمة اسبانيا مدريد. والنهارده اقدم مطعم في العالم موجود في مدريد. طبعا هو مش اقدم مطعم اتعمل في العالم، بس هو اقدم مطعم لسه شغال في العالم، ومعاهم شهادة من جينيس ريكورد من سنة 1725، والمطعم لسه شغال من جينيس ريكورد. اهي اهو ريستورانتي سوبرينو دي بوتين اورنو دي اثار. مش غالي، يعني انت ممكن تيجي تاكل فيه وما فيهوش حجز تقريبا، معلوش طلب. واضح هو مش مميز ولا حاجه غير في ان هو اقدم مطعم في العالم يعني. ايه اشهر بقى اكله؟ ايه اشهر اكله في اقدم مطعم في العالم؟ ايه تفتكر؟ ايه؟ خنزير الصغير اللي عمره 3 اسابيع، خنزير بتلو. وبيقول لك هنا ثقافه اكل الخنزير في اسبانيا اكتر من اي دولة اوروبية تانية. معروف طبعا ان اسبانيا دولة كاثوليكية جدا، والحروب بينها وبين البروتستانت هي كانت بتقود العالم الكاثوليكي. بس ايه حكاية قصة ليه هم الخنزير بالنسبة لهم مقدس، يعني بياكلوه اكل ما شاء الله؟ ليه بقى؟ عشان ايام محاكم التفتيش كانوا بيجبروا المسلمين واليهود اللي في الاندلس اللي ما اطردوش ان هم يتحولوا للمسيحيه. ففي ناس قالت لك ماشي تمام، احنا صاين وايه عديها، فاهم؟ يوقعون في الفخ. تعالى كل المطاعم كل خنزير يلا. لا والله اصل انا فيجن. مفيش فيجن بقى ساعتها ومفيش حاجه، فما بتاكلش خنزير معناها ان انت مش مسيحي. طبعا بيعدموا اي حد يلاقوا ان هو مش مسيحي ايام محاكم التفتيش. والله انتوا اللي خنازير. ادخل على اليوتيوب واعمل سبسكرايب للقناة عشان تتابع كل الرحلات والاسرار بتاعت السفر الاقتصادي. اشوفكم على سفر باذن الله.